السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم مالك. الفيديو المرة دي هيكون بإذن الله من أقوى الفيديوهات اللي هقدمها في القناة بإذن الله، والكلام اللي اتقال فيه بإذن الله اسمعوا اسمعوا، إن شاء الله يغير حياتك 180 درجة بإذن الله. أسأل الله التوفيق والسداد. مش هناخد من وقتكم كتير ويلا نستمتع. عمرك سألت نفسك علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى قائمة على ايه؟ بتعبد ربنا ليه؟ في ناس علاقتها مع ربنا قائمة على الخوف، بتعبد ربنا علشان خايفة من النار، تدخل النار. وفي ناس، ودي الدرجة التانية، بتعبد ربنا سبحانه وتعالى طمعا في الجنة وطمعا في رحمته ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى. والدرجة التالتة وهي أعظم درجة، إن في ناس بتعبد ربنا حبا في الله تعالى وتعظيما لله. هتكلم النهاردة بإذن الله عن التلات درجات وإزاي نرتقي بعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله. أول عبادة معانا عبادة الخوف. عبادة الخوف دي بمعنى ان الانسان او الواحد مننا بيعبد ربنا عشان انا مش عايز ادخل النار، خايف من الحساب. هو ايوه، من غير شك الخوف مطلوب، لانه الخوف في حد ذاته بيمنع الانسان من ارتكاب المعاصي والذنوب. وربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويحذركم الله نفسه. هو ايوه الخوف مطلوب، لكن لو علاقتك بشكل عام قائمة على الخوف، انت مش هتحس بلذة العبادة، هتعيش دايما قلقان انك خايف تدخل النار. تاني عبادة معانا هنا او تاني نوع من العبادة عبادة الرجاء، وهي باختصار انك تعبد ربنا طبعا في جنته وطبعا في رحمته ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى. وده طبعا مطلوب واكيد انت لازم تحتاجه، لانه ده بيديك امل وبيخليك تسعى في الطاعة. فاحنا هنا عرفنا ان الخوف بيمنعك من المعصية، والرجاء بيخليك تسعى في الطاعة. فتقدر تقول على الخوف والرجاء عبارة عن جناحين يخلوا المؤمن يطير. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوه خوفا وطمعا. انت دلوقتي عرفت ان الخوف والطمع مطلوبين في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. هل الاساس العلاقة قائم على ايه؟ الخوف، ولا اساس العلاقة قائم على الطمع، ولا أساس العلاقة المفروض يكون قائم على حبا لله تعالى وتعظيما وتشريفا لله سبحانه وتعالى؟ تالت عبادة معنا هنا وهي عبادة المحبة، وهي تعتبر أعلى الدرجات، أسأل الله أن يوفقنا إليها. العبادة المفروض تكون قائمة على حبا وتشريفا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وبالرغم من حزنك وضعفك وبأسك ومشاكلك وضعفك والمشاكل اللي انت بتمر بيها، المفروض يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ان كل اللي انت فيه ده مسألة صبر، وده كل ده هيزول. فإن بعد العسر يسر، إن بعد العسر يسر. فعبادة المحبة دي المفروض تكون أساس العلاقة ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، قايمة على المحبة. ربنا ذكر لنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله. والإمام سيدنا علي رضي الله عنه قال: في ناس عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وناس عبدوه طمعا فتلك عبادة التجار، وناس عبدوه حبا فتلك عبادة الأحرار. فالحل العملي هنا علشان نرتقي بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى قاعدة 21 يوم. أنا قسمتها لك على 3 مراحل، أسأل الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله نستخدمها مع بعض سوا، وإن شاء الله هنحس بتغيير في حياتنا بإذن الله بإذن الله. يلا نشوف ال3 مراحل دول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرحلة عندنا معانا هنا أنا بسميها تجربة البداية، وهي حوالي 7 أيام. في المرحلة ديت انت في شوية أساسيات انت هتمشي عليها. 1، الصلاة في وقتها. 2، انك تختار الذنب واحد انت بتعمله وتسيبه. 3، بعد كل فرض دقيقتين بس، وانت لسه بعد ما تخلص صلاة وانت قاعد، دقيقتين استغفار او تسبيح او صلاة على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. 3، انك كل يوم صفحة واحدة بس قرآن، ورد يومين، صفحة واحدة، مش لازم الجزء ولا صفحة واحدة بس اقرأها انت. الهدف من المرحلة دي انك بتثبت الاساس عندك، وانك تحس بشعور التغيير الاول. تاني مرحلة معنا هنا وانا بسميها تأكيد العبادة، وانك تكمل اللي انت عملته في الاسبوع الاول، هو في المرحلة الاولى انك تضيف على اللي انت عملته صدقة كل يوم، حتى لو جنيه اللي تقدر عليه. إحسان لشخص معين، سواء دعيت له كلمة طيبة،
ساعدت شخص معين. الكلام دوت كل يوم تساعد شخص، تقول كلمة طيبة، تتصدق على شخص. تالت حاجة انك تتعلم كل يوم اسم واحد بس من اسماء الله الحسنى وتطبقه في يومك. في المرحلة دي الهدف منها انك تحس بلذة الطاعة وتربط العبادة بالمحبة. المرحلة التالتة هنا وانا بسميها الارتقاء الحقيقي، وهي انك تكمل برضو الحاجات اللي انت كنت بتعملها في الاسبوع التاني والاول، وهي انك تضيف ركعتين قيام ليل كل يوم. انك تكتب في ورقة معينة كده النعمة ربنا انعم عليك عليها كل يوم. الحمد لله، انا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بكذا وبكذا وبكذا وبكذا. تختار دعاء يومي تقوله وتردده وتطبقه في حياتك، مثلا اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومن اهلي وممن سواك. اي دعاء مثلا انت حبه انك تقوله كل يوم. والهدف من المرحلة دي واخيرا هي الدخول في عبادة المحبة والتعظيم وتشريف لله سبحانه وتعالى، وانك تحس الطاعة وانت بتعمل وانت بتعبد ربنا. انت مبسوط وانت بتعبد ربنا، مش واجب. تحس وانت بتصلي انك بترتاح في الصلاة، مش انت بتصليها علشان ترتاح منها. يعني في ناس بتصلي عشان ترتاح منها، خلاص انا ده واجب انا عملته خلاص. وفي ناس بتصلي بتستنى الاذان بيقول الله اكبر علشان تصلي، علشان هي بترتاح في الصلاة. انا ليا صديقي الفاضل اخترت قاعدة 21 يوم. قاعدة 21 يوم بالذات ان الانسان لما يجي يلتزم بعادة معينة او يكون عايز يطبق سلوك معين، من فترة 14 يوم ل21 يوم المخ بيبتدي يسجل العادة دي كسلوك مألوف مش سلوك غريب. بمعنى ان قاعدة 21 يوم ديت انا بعتبرها فترة تدريب يخلي الالتزام او تطبيق العادة بعد كده اسهل بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، طبعا الشرعي والواقعي. بمعنى مش منطقي اطلب من واحد لسه بادئ يغير حياته انه يستمر لمدة 3-4 شهور، هيحس بصعوبة وبالتالي هيستسلم، مش هيقدر. لكن لما اطلب منه يمشي اسبوعين 3 هيحس ان المدة قصيرة، ومع النجاح في الاسبوعين ال3 المدة القصيرة هيحس بطعم الانجاز، فبالتالي هيتشجع ويكمل. الفكرة هنا ببساطة قاعدة 21 يوم هي مش نهاية التغيير، لكن هي بداية سهلة وآمنة تدخلك في سكة الاستمرار والانضباط.